كل الأذى مهما يكون الإنسان هو يصبر، والله سبحانه عز وجل مع الصابر. عليكم بالصبر والقناعة، فالحياة ليس منصفة دائما، هذا ما وجدناه عليه الرجل الكبير سيد جبار الذي يعيش ظروف معيشية صعبة وبيت خالي من مقومات الحياة في قضاء المشخاب، ورغم إصرارنا عليه لكنه أبى أن يقول لنا ما هذه الظروف، وكانت هي الكلمة الوحيدة التي يرددها: الحمد لله على كل حال. حتى لو خبز وماء؟ يجي وقت ما حصل الخبز والماء أظل أتحسر عليه، أقول الحمد لله خبز وماء والنعمة من الله. شنو الإنسان مو شرط، هي أهم شيء القناعة بالله جل جلاله، لا أكثر ولا أقل، لأن هو الخالق ما يتيهمه، صح ولا لا؟ حاشا لله. أبلغ غير بس رحمة الله. شي ماكو؟ بس رحمة الله والحمد لله والشكر. أيوه أشوفك حاط كتبك هنا قاعد يعني. هذا رمضان لازم به قراية وبعبادة بصلاة بدعاء، لازم ما يعني لا تخلي نفسك غافل دوم عن ذكر الله. طبعا. والحمد لله والشكر. تجي أيام حجي ما موجود قوت يومك؟ والله يوم يحصل وثلاثة أيام لا، والحمد لله والشكر. شلون تتعامل حجي وتقول؟ عشان نتوكت به شوي شوي. شلون يعني؟ والإنسان مو شرط إلا كلش، والمقسوم هذا القاسم مع الله عندنا يجينا الحمد لله. القناعة كنز لا يفنى؟ أنا من الناس اللي تقتنع بهذا الشيء ومقتنع بها هسه هذا، والحمد لله والشكر. يجوز يحب مأساة غير هاي، بس الحمد لله والشكر بهاي ولا بغيرها. لا شيء يجي أدي علي هذا مريض شخص أساسا لا عنده رعاية، هو من طفولته ترى. من هاي ايديه شوفه هسه قدامك اراويك اياه لان هيك صايرات لا يقدر يشتغل. شفته نفسيا انا تعبان؟ نفسيا هم تعبان. زين انا لا عندي واخذه للدكتور النفسيه وعالجه، وظهر هسه الله وكيلك انا مقومه شاهد الله. انت منين لك؟ هاي بعد هل يجيبي الا حصلهم انا يا بنص هذا سيدي صح سيدي ولا والله صحيح. وغير هذا اطلب منكم المساعدة لهذا الشخص، بلكة رعايته عاد من تطلع رعايته يعني عاد. الأب ايش قد حنون انت رغم ظروفك جاي تطلب مساعدة لابنك مو له. اي والله، لان هذا انا انتهت ايامي، بس هذا خطية عنده طفل هذا طاح ودبرت له بلوكات ولحد الان هسه مطلوب عليهن 20,000. اي بس ولا سقوف؟ ماكو سقف، بس هيك قلت مجرد ستر. هاي والله حمام ماكو، أنا هذا مسوي هو حمام وهو تواليت. صعبة سيد. شو اسوي هذا؟ وقلت بلكت منا كم يوم واهل الخير هواية، بس ما أقدر أمديد الشخص وأقول له أنا ترى عندي هيك، مو هين عليه. اللي مفضلها علينا الباري عز وجل ما تنحصى ولا تنعد من كل الصفات، والله سبحانه عز وجل يرزق ما يشاء مهما كانت. يعني عندك أمل الله يرزقك بأي لحظة؟ بعون الله بعون الله. يجوز أقرب من رمش العين، لأن الله على كل شيء هو قدير.